قارئة الفنجان من أحلى أغاني العندليب. وزي ما عودتكم مادام هتكلم على حاجة يبقى وراها أنا ندى وده ندى توكس. تعالى أحكي لك قصة قارئة الفنجان. قارئة الفنجان ما كانتش قصيدة عجبت العندليب وقرر إنه يغنيها، لأ، هي مكتوبة مخصوص علشانه. مين الشاعر اللي كتبها؟ العظيم نزار قباني. بصوا بقى، سعاد حسني في وقت من الأوقات مرت بمشكلة كبيرة جدا في حياتها، وده بسبب إن راجل من المخابرات المصرية كان في صدام ما بينه وما بينها طول الوقت، ما كانتش عارفة تعمل إيه. سافرت لنزار قباني، ما كانش قاعد في مصر في الوقت ده، وحكت له على المشكلة. ونزار لأنه كان صديق لسعاد حسني وفي نفس الوقت صديق للعندليب، وكان عارف إن في ما بينهم قصة حب كبيرة، قرر إنه يكتب قصيدة عن الموضوع ويجمع فيها ما بين القصتين، قصة حب السندريلا والعندليب، وكمان حط بيت في القصيدة بيلقح فيه عن الراجل اللي بيضايق سعاد حسني، وهو عارف إنه لما يسمع القصيدة هيفهم المغزى منها. وبعد ما نزار قباني خلص تأليف القصيدة بعتها لعبد الحليم حافظ. النص هز عبد الحليم من الأعماق، وعرف ساعتها أول ما قراها إنها بتتكلم عن قصة حبه مع سعاد حسني. النص الأصلي للقصيدة قبل ما تتعدل كان مكتوب فيه الآتي: حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود. خلي بالك من الحتة الأخيرة، وده كان البيت اللي الشاعر نزار قباني كان قاصد بيه الشخص المعني، اللي هو كان فيه ما بينه وما بين سعاد حسني خلافات. حليم طلب منه انه يغير البيت ده علشان هو وسعاد حسني ما يتضروش ويتعرضوا للملاحقة من رجال المخابرات، وساعتها غيروا كلماتها للكلمات اللي احنا عارفينها: فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود. اشتغلوا على القصيدة دي فترة طويلة جدا، والتمارين اتأجلت كتير جدا، وده كان بسبب التغييرات المتكررة اللي كان بيطلبها العندليب. خلصت القصيدة وغناها عبد الحليم في عيد شم النسيم في أبريل سنة 1976. الأغنية دي لقت استحسان جماهيري كبير جدا، بس حصل إيه بقى؟ بدأ يحصل شوشرة من ناس كانت قاعدة في الحفلة على عبد الحليم وهو بيغني، والموضوع ده خلى عبد الحليم ينفعل جدا. ده بقى عبد الحليم حافظ ونزار قباني رفضوا تماما في الإعلام إن هم يربطوا القصيدة دي بسعاد حسني، وقالوا في تصريحات إعلامية إنه يمكن لكل شخص إسقاطها على الواقع اللي يناسبه. المحزن بقى ان قارئة الفنجان كانت اغنية الوداع لعبد الحليم، وكان واصل ساعتها لذروته الفنية، ورحل بعد عام من ادائها. بعد ما العندليب توفى لقوه كاتب ورقة فيها تعديل على الأغنية بخط إيده، وغالبا كان كاتبها لحبيبته. كان كاتب فيها إيه؟ وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. وظهر النص ده لأول مرة من خلال إذاعة الشرق، ودي كانت قصة أغنية من أحلى أغاني العندليب، قارئة الفنجان.